طلبة أولى إعدادي، إخواتي حبايبي في كل مكان في مصر، أهلا وسهلا بيكم. طبعا أنتوا دلوقتي عمالين بتفكروا إحنا هنعمل إيه بعد امتحانات الشهر؟ هنلم المنهج إزاي؟ طبعا كل اللي بيدور في ذهنك دلوقتي أنت عمال تقول طب وأنا هذاكر؟ معقولة إن أنا هرجع أذاكر تاني 6-7 دروس قراءة و4 دروس استماع و5-6 دروس نحو وكمان مثلا 3 نصوص؟ هقول لك لا، إحنا عندنا الحل. طب إيه هو الحل يا مستر؟ الحل إن إحنا نحل كل أسئلة كتاب الوزارة والتقييمات كلها تمام فين النهارده باذن الله تعالى، وبعد كده هيبقى فاضل لنا المراجعه النهائيه. طيب يبقى دي كده مهمه جدا بحيث ان انت تكون جاهز لنمط الاسئله. طبعا بالنسبه للنحو احنا هنتدرب على افكار، يبقى هي الوزاره شددت ان الامتحانات هتيجي من كتاب الوزاره ومنين؟ من التقييمات. خلاص، وانا هساعدك في ان انت تبصمج. جاهز تبصمج؟ تعال نبصمج. حلو. اول حاجه هنا بيقول لك نص الاستماع من درس الوعي حمايه. وسلاحنا يا بني في مواجهة تلك الحروب أن نتحلى بالوعي والإدراك لما يحاك لنا، وألا تصدق أي خبر تسمعه إلا بعد التوثق من مصدره. حلو قوي، تمام. طيب بيقول لك هنا مرادف الإدراك. طبعا الإدراك يا أولاد يعني الفهم، الوعي، التفكير. يبقى هنا أنت عندك كلمة الإدراك يعني الفهم. طيب مفرد الروابط. طبعا هنا مفرد الروابط هتبقى الرابطة. يبقى الرابطة يا جماعة إيه؟ الروابط. حلو. تعال نشوف الصح والغلط. بيقول لك هنا سلاحنا في مواجهه هذه الحروب الوعي والادراك. اكيد، لان الحروب دي كلها عباره عن ايه؟ عباره عن تشويه لمين؟ للمجتمع وللي موجود. بيقول لك اجب ما الغايات التي تريد تحقيقها هذه الحرب من وراء نشر الشائعات. طبعا هنا هو ممكن تكون مش مذكوره بس تمام، يبقى انت حاول برضو ان انت تكون متوقع، بس هي يعني لو في لجنه هتتقلك. حلو. يبقى هنا من وراء نشر الشائعات هو ايه؟ هو تفكيك. يبقى هنا هو تفكيك المجتمع. يبقى دي كده المفروض ان هو تفكيك الايه؟ المجتمع. حلو. من درس الجوهره المصريه الشهيد محمد ابو شقره. تعالى بقى نروح لدرس القراءه. الاسئله دي مهمه قوي يا جدعان والله. بيقول لك كان الشهيد البطل صوره مشرقه للانسانيه الحقيقيه، فقد كفل الايتام وادخل البسمه على وجوههم مساعد الاسر البسيطه في صمت واشفاق، ومع زملائه كان اخا حلو متواضعا يشاركهم همومهم قبل افراحهم، ومع الاطفال كان ابا حنونا يغمرهم بالحب والابتسام. تمام. وهكذا اجتمع في شخصه معنى البطوله في الميدان ومعنى الرحمه في الحياه اليوميه. تمام. كلمه كفل هنا يا اولاد يعني ربى. يعني هي كلمه كفل بمعنى ايه؟ بمعنى ربى. حلو. مضاد اشفاق، عكس اشفاق. طبعا هنا اشفاق معناها رحمه لو انت برضه مش حافظها. طيب رحمه يبقى عكسها ايه على طول؟ وش. يبقى عكس الرحمه هي ايه؟ القسوه. يبقى عكس الرحمه هي ايه؟ القسوه. حلو. تعالى هنا بيقول لك تولى الشهيد البطل محمد ابو شقره مهمه حمايه ضيوف مصر من كبار الشخصيات. طبعا ده حصل في الدرس نفسه. طيب واجه البطل محمد ابو شقره الارهاب في صعيد مصر. غلط. ليه؟ لان كان في الدرس في القراءه بيقول لك ان الشهيد محمد ابو شقره واجه الارهاب فين؟ في سيناء. ما وسيله التوكيد؟ حلو. ومع زملائه كان اخا. هو المفروض يا اولاد الجمله ماشيه ازاي؟ المفروض هنا ايه؟ كان اخا مع زملائه. يبقى هنا احنا قلنا ان في اساليب التوكيد عندنا حاجه اسمها ايه؟ تقديم مع حقه والتاخير. يبقى هنا وسيله التوكيد، يبقى هنا وسيله التوكيد تقديم ما حقه والتاخير. طيب بين دلالة قوله لم يعرف الخوف طريقا إلى قلبه. معنى لما يجي يقول لك هنا بين دلالة قوله، يعني هو عايز معنى العبارة إيه؟ يبقى هنا لم يعرف الخوف طريقا إلى قلبه، يبقى هنا إيه؟ تدل على شجاعة مين؟ البطل الشهيد محمد أبو شقرة رحمه الله. يبقى هنا تدل على شجاعة محمد أبو شقرة بس. حلو. طيب هنا بيقول لك ايه؟ كيف تجلت انسانيه الشهيد محمد ابو شقره؟ تجلت يا اولاد يعني ظهرت. تجلت يعني ظهرت. يعني بيقول لك ازاي ظهرت الانسانيه بتاعت الشهيد محمد ابو شقره؟ الانسانيه ظهرت في ان هو هنا عمل ايه؟ كان اخا ومع زملائه كان اخا وكفل الايتام. يبقى هنا وكان يشاركهم همومهم قبل افراحهم. مع مين؟ مع زملائه. يبقى هنا ايه؟ عندما هنكتب كده عندما كان اخا مع زملائه. حلو. وكفل الأيتام واعتنى بهم.
طيب بيقول لك الدرس الثاني قراءة من درس طريق النجاح، برضو الكلام ده كله حلو. طيب في عالم يمطرنا بقصة الناجحين علينا أن ندرك أن كل قصة نجاح حقيقية بدأت من فكرة مختلفة ونظرة غير مألوفة وقرار جريء بالخروج عن المألوف. إن من يصنع الفارق هو من يجرؤ على التفكير خارج القوالب الجاهزة ويتبع فضوله بدلا من تقليد غيره. تمام. طيب هنا بيقول لك كلمة معتادة معناها معتادة أو تقليدية. على فكرة يا أولاد السؤال ده اتكرر، الأسئلة دي كل ما التكرار بيعلم الشطار. الاسئله دي اتكررت كتير ودي مهمه جدا. حلو. كلمه معتاده او تقليديه المفروض ان هي ايه؟ بمعنى مالوفه. يبقى هنا انت عندك مالوفه يعني معتاده او تقليديه. حلو قوي. كلمه مضادها ابتكار، تقليد. عكس ابتكار يا ولاد تقليد. ابتكار او ابداع عكسها تقليد. كلمه مفردها القوالب. حلو. طيب من اي شيء تبدا قصه النجاح الحقيقيه؟ حلو قوي. يبقى هنا قصه النجاح بتبدا منين اهو؟ يبقى هنا ايه؟ عن طريق الخروج عن المألوف وقرار جريء. يبقى عن طريق الخروج اهو، عن طريق الخروج عن المألوف وقرار جريء. وقرار ايه؟ وقرار جريء. حلو. طيب هنا بيقول لك حدد صفات الشخص الذي يصنع الفارق في حياته. مين اللي بيصنع الفارق في حياته اهو؟ اللي هو برضه بياخد قرار جريء، واللي هو برضه بيجرؤ على التفكير خارج القوالب الجاهزه وبيتبع ايه؟ فضوله. يبقى هنا يبقى هنا هنقول له هو الشخص. يبقى هنا هو الشخص الذي يجرؤ على التفكير خارج القوالب الجاهزة. ويعمل ايه تاني؟ ويتبع ايه؟ ويتبع فضوله. يتبع فضوله. حلو. ده كلام جميل. تعال بقى هنا بعد كده نشوف النص. بيقول لك هنا ايه؟ مدت له الآمال من أفلاكها خيط الرجاء إلى العلا فتسلق فتجشموا للمجد كل عظيمة إني رأيت المجد صعب المرتقى. حلوة قوي. كلمة معناها تجشموا. يا ولاد لما يقول لك تجشم يعني تحمل، يبقى تجشموا هنا معناها ايه؟ معناها تحمل. حلو قوي. طيب مضاد العلا الضعة والخسة والذل. يبقى هنا خلي بالك دي مهمة قوي. عكس العلا الذل والوضاعة والخسة. خلي بالك ان هنا كلمة الضعة بمعنى ايه؟ بمعنى الوضاعة وبمعنى الخسة وبمعنى الذل، عشان برضو انت تبقى عارف معناه. خلاص تمام. حلو. تعالى بيقول لك هنا بما نصح الشاعر في الابيات السابقة. حلو. يبقى هنا نصح الشاعر الشباب بايه؟ بالتحمل للوصول الى المجد. يبقى هنا نصح الشاعر الشباب، يبقى هنا نقول له نصح الشاعر الشباب بايه؟ بالتحمل للوصول الى المجد. بالتحمل للوصول الى المجد. حلو. ما الجمال في قوله اني رايت المجد صعب المرتقى؟ حلو. يبقى هنا الجمال يا اولاد ان هو خلي بالك ناس كتير قوي 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 هتتلخبط فيه. حلو. ممكن مثلا اقول لك واحد يروح يقول لك ايه؟ يقول لك ان هنا اني رايت المجد صعب المرتقى شبه المجد بانه لا، هو هنا ممكن يجيب لك اي اسلوب سواء كان انشائي او خبري او الانشائي او الامر او النحو يقول لك ما الجمال. فانت هتقول له هنا ايه؟ اسلوب. يبقى الجمال بتاعه ايه؟ ان هو اسلوب توكيد وسيلته ان. اسلوب توكيد وسيلته ان. بس كده. طيب عايز اسلوب انشائي قدامك اهو، فتجشموا. خلاص تحملوا. اسلوب امر يبقى هنا فتجشم. هو الراجل هنا بيقول لي وضحه. طب انا لما اجي اوضحه اقول له ايه؟ اقول له اسلوب امر غرض النصح والارشاد. يبقى هنا وضحه هقول له ايه؟ اقول له اسلوب امر. بس خلاص. عايز اسلوب توكيد هنا اني رايت الايه؟ اني رايت المجد اهو. اني رايت، مش لازم بقى نكتب البيت كله. اني رايت المجد وهنروح قايلين له ايه؟ ان ده كده عباره عن ايه؟ اسلوب مؤكد بان. اسلوب مؤكد بايه؟ بان.
تمام. طيب احنا دلوقتي عايزين نحل النحو، حلو الكلام. طيب ونركز في الحته اللي جايه دي عشان مهمه. طيب بيقول لك هنا القواعد النحويه: المؤمن حق يحذر الله في القول والعمل فيفوز بالجنه التي اعدها الله للمتقين، فقد كافأه الله على اخلاصه وحمدت سيرته. خلي بالك ان انا قلت لك ان هو ما بيشكلش ساعات بين الناس، ووهبه الله القبول في السماوات والارض. حلو قوي. طبعا هنا المؤمن الحق ماله يحذر الله، حلو الكلام. يبقى انت عندك المؤمن بقى مبتدا ما فيهاش كلام. طيب الحق معرفه وصفت معرفه تبقى نعتي يا امه. يبقى انت عندك هنا كلمه الحق هتبقى عباره عن ايه؟ نعت مرفوع وعلامته الضمه. حلو الكلام. طيب ماشي تمام قوي. طيب هنا فين الخبر بتاعه؟ يحذر الله، يبقى الخبر رد عليا بفعل، يبقى جمله فعليه. مين اللي بيحذر؟ المؤمن. طب ما هو الفاعل جه قبل الفعل، يبقى ايه؟ تقدر الضمير. يبقى هنا هتقول لي يحذر هو. حلو. يبقى هنا اسم الجلاله بقى عندك عباره عن ايه؟ بقى عندك على مفعول به منصوب على التعظيم. مفعول به منصوب على التعظيم. طيب تعالى بعد كده. تمام بيقول لك سيرته بين الناس. يبقى انت عندك هنا ان بين دي بقت عباره عن ايه؟ بقت عباره عن ظرف مكان منصوب بالفتحه. ظرف مكان منصوب بالفتحه. ظرف مكان منصوب بالايه؟ بالفتحه. حلو. طيب هنا بعد كده بيقول لك ايه؟ عايز مبني للمعلوم واذكر فعل. لما يقول لك مبني للمعلوم هات اي فعل مش مبني للمجهول. يعني يحذر اهو، يحذر. وهقول لك هنا ان ايه الفاعل بتاعه اهو؟ فاعله ضمير مستتر تقديره هو. ضمير مستتر تقديره هو. حلو. بيقول لك عايز اخر مبني للمجهول وحدد نائب الفاعل. مين اللي مبني للمجهول اهو؟ وحمدت سيرته. يبقى هنا اللي مبني للمجهول حمدت، وعندك سيرته هي تبقى نائب فاعل. يبقى هنا حمدت. حلو. ونائب الفاعل بتاعه مين؟ سيرته. حلو. فعل ينصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. يبقى انا ادور على وهب، منح، اعطى، كسى، البس، حبى، اي حاجه بمعنى اعطى، حرم، منع، كل ده ينفع. ووهبه الله القبول. ووهبه الله القبول. حلو. يبقى انت عندك هنا ووهبه، يبقى هنا وهبه. طب فين يا مستر المفعول الاول؟ المفعول الاول الهاء. يبقى ده كده يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن مفعول اول في محل نصب. مفعول اول في محل نصب. خلاص. طيب يبقى هنا مفعول اول في محل ايه؟ في محل نصب. حلو. مين اللي وهبه؟ الله. وهبه ماذا؟ القبول. يبقى هنا ربنا اداله ايه؟ اداله القبول. يبقى ده كده المفعول الثاني. يبقى هنا كلمه القبول عباره عن ايه؟ مفعول ميم به تاني. بس كده خلاص. حلو. تعالى هنا بيقول لك ايه؟ اجب عما ياتي. يثبت الله ذا الخلق الحسن. ابن الفعل المجهول وغير ما يلزم. قابلت الصديق يبتسم وجهه. حدد الحال وصحبه. حلو. يثبت الله ذا الخلق الحسن. حلو. يبقى انا هنا ده عندي اولا ده فعل مضارع، ومع المضارع ضم الاول وافتح ما قبل الاخر. يبقى هتقول لي ايه؟ يثبت اهو. يثبت مين؟ ذو. ليه بقى؟ لان قبل ما تبني للمجهول هات الفاعل والمفعول. يبقى انت هنا جبت الفاعل وطبعا هنحذف الفاعل. طب ده كده مفعول به، المفروض ان هو يتحول لنائب عن الفاعل، ونائب عن الفاعل بيبقى دايما مرفوع. يبقى يثبت ذو الخلق الحسن. حلو. هنا قابلت الصديق يبتسم وجهه. حدد الحال وصاحبه والرابط. حلو قوي. طيب هنا فين الحال اهو؟ يبتسم وجهه. يبقى الحال بقت عباره عن ايه؟ جمله فعليه. يبقى هنا جمله فعليه. طب اعرابها يا مستر؟ اعرابها حال في محل نصب. حال فين؟ في محل نصب. حلو. طيب يبقى هنا فين الرابط؟ يبتسم هو الضمير. يبتسم هو. يبقى هنا هتقول له ايه؟ الرابط الضمير المستتر. يبقى هنا الرابط الضمير المستتر.
التعبير الكتابي. تعالى بقى هنا بيقول لك اعمل رساله بريد الكتروني تشجع فيها صديقك عن حسن استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي. بص يا عم، لما تيجي تعمل بريد الكتروني هتعمل اول حاجه هنا هتحطها هتقول ايه؟ الى. حلو. وهتالف اي ايميل، ممكن تحط الايميل بتاع اي ايميل، يعني مثلا تحط الايميل بتاعك وتغير الاسم. انا عن نفسي مثلا اقول ايه؟ الى علي اهو، الى علي 133 مثلا 0@gmail.com مثلا. يعني هبد، يعني هو الحوار عباره عن هبدايه بس. طيب بعد الهبدايه يا مستر اعمل ايه؟ الى فلان. انت كده بدات ان انت هتتكلم في فلان. طب هنا انت عندك هنا الخانه الثانيه بتبقى عباره عن المحتوى او الموضوع اللي انت هتتكلم فيه. يبقى هنا ايه؟ المحتوى او الموضوع هتبقى عباره عن ايه؟ رساله تشجيعيه. رساله تشجيعيه لمين بقى؟ اهو لصديقي، لصديقي العزيز مثلا ايه؟ محمود ابراهيم جلال محمد بس وخلاص. طيب يبقى انا هنا عملت ايه؟ اول حاجه الخطوتين الاولتين اللي هم مين؟ الى فلان والمحتوى. طب بعد الى وبعد المحتوى هيبقى فاضل لك ايه؟ فاضل لك ان انت تخش في الموضوع. بس انت هنا هتعمل تحيه، هتروح قايل ايه؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يبقى هنا السلام عليكم ورحمه الله وايه؟ وبركاته. حلو الكلام. طيب يبقى ده كده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للتحيه بتاعتك. طيب هنا هتقول له ايه؟ صديقي العزيز محمد، صديقي العزيز محمد، تحيه طيبه وبعد. تحيه طيبه وبعد. يبقى انت كده عملت ايه؟ عمال بتحشي برضو في الكلام بحيث ان انت تبقى تمام. يبقى هنا ايه؟ هنعمل فصل. ارسل اليك هذه الرسالة لتشجيعك على، تمام، يبقى هنا لتشجيعك على حسن استخدام وسائل الذكاء الاصطناعي والابتعاد عن سلبياته. طيب هتقول له هنا ايه؟ ان الذكاء الاصطناعي، حلو، ماله بقى؟ يساعدنا كثيرا في ايه يا باشا؟ في التعلم. حلو الكلام. وتحليل المسائل الصعبة. حلو. بس كده. وتعمل فاصلة وتقول له ايه بقى؟ هي الفاصلة ايه؟ وهتقول له ايه؟ نسأل الله ان يوفقنا، نسأل الله ان يوفقني، ان يوفقني ويوفقك. بس كده. شكرا. ادي يا عم البريد الالكتروني. خلاص. طيب القواعد الاملائيه بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك هنا ضع خطا تحت الكلمات المبدوءه بالف وصل او همزه قطع. حلو. انت عندك هنا ادي دي قطع، وادي دي قطع، وادي دي قطع، ودي كده وصل. تخير الكلمة المناسبة التي تضمن حرفا ينطق ولا يكتب مما بين القوسين. طبعا انت عندك هنا حرف بينطق ولا يكتب اللي هي مين؟ هذا. طبعا ده يا عمنا الخط، فصباح الفل مش لازم ايه نعمل. خش على الامتحان التاني. بيقول لك هنا ايه؟ نص الاستماع من درس ريادة الأعمال. كما يجب أن يتمتع رائد الأعمال بسمات شخصية مميزة مثل روح المبادرة والعمل الاجتماعي والمرونة في التعامل مع التحديات، حلو قوي، والتفكير الخلاق، إلى جانب الثقة بالنفس والإصرار على تحقيق الأهداف. طب يا عم كتر خيرك، آدي نص الاستماع. معنى المبادرة
معنى المبادره. حلو الكلام. طيب اولا كلمه ان انت تكون مبادر بتكون عباره عن ايه؟ ان انت تكون عندك هنا يجي واحد مثلا هيقول لك ايه؟ هيقول لك التعاون، ويجي يقول لك هنا الدعم. على فكره الاربع اجابات شبه بعض قوي، الاربع اجابات شبه بعض قوي، بس هي واحده بس اللي تنفع. حلو. طيب يبقى هي مين؟ عباره عن مين؟ يبقى انت عندك هنا ايه؟ مثل رائد يتمتع رائد الاعمال بسمات شخصيه مميزه مثل روح المبادره والعمل الجماعي. طبعا هنا انت عندك كلمه المبادره يعني ايه؟ المساعده. المساعده. مش بقول لك الاربعه تحس ان هم ينفعوا؟ يبقى انت هنا كمان هتطلع ايه؟ الاسراع. حلو. يعمل رائد الاعمال بشكل فردي لتحقيق النجاح؟ طبعا لا، اذا كان هو هنا الراجل بيقول لك اهو عمل جماعي يعني باينه قوي، يبقى هنا الاجابه غلط. تمام. عفاريت الشاشه جت، عفاريت الشاشه جت. من مهارات رائد الاعمال الناجح اداره الوقت بشكل صحيح؟ اكيد، حتى لو مش مكتوبه هنا الاجابه يعني ايه؟ باينه قوي. طيب بيقول لك هنا من اهم سمات رائد الاعمال الناجح كما فهمت من الفقره. ايه هي السمات؟ اهو روح المبادره، العمل الجماعي، المرونه في التعامل، والتفكير الخلاق. ممكن تكتب 2 3 بالكتير قوي يعني. يبقى انت هنا تاخد مين؟ اقول لك انا هنا روح المبادره والعمل الجماعي وعندك هنا بعد كده ايه؟ الثقه بالنفس. بس خلاص. ماشي تمام. القراءة بيقول لك من درس حصن مصر الغالي السد العالي. بدأ العمل في بناء السد العالي عام 1960 وافتتح عام 1971، ومنذ ذلك الوقت أصبح السد العالي حصنا يحمي مصر من الفيضانات ومن الجفاف، حيث يخزن مياه نهر النيل في بحيرة ناصر، أكبر بحيرة صناعية فين؟ في العالم. حلوة. بيقول لك هنا هات لي من الفقرة كلمة معناها يحفظ. حلو. يحفظ هنا من الفقرة يعني يحمي يا أولاد. يبقى يحفظ يعني ايه؟ يحفظ يعني يحمي. خلاص تمام زي الفل يا عم، شكرا. بيقول لك كلمه جمعها الاوقات. الوقت مش محتاجه يعني، متهيألي مش محتاجه اي تفكير. تضاد بين كلمتين ووضحه. حلو. اولا انت هنا لو دورت في خلال الفقره دي هتلاقي عندك ان هنا في تكات كتير. ايه هي بقى التكات دي؟ هتلاقي ان انت بدأ العمل في بناء السد العالي عام 960 وافتتح 71، اصبح السد حصنا يحمي مصر من فيضانات والجفاف، حيث يخزن مياه نهر النيل، بحيره ناصر اكبر بحيره. مفيش ايه ده يا مستر؟ مفيش لا فيه، مفيش لا فيه، فيش لا فيه. مين هم بقى؟ هم اسمين، مش لازم لما يقول لك تضاد ان انت تدور على حاجه مباشره قوي. اللي هم مين؟ انت عندك هنا الفيضانات، وعندك هنا كلمه ايه؟ الجفاف. يبقى انت عندك الفيضانات والايه؟ والجفاف، الاثنين هنا عكس بعض. يبقى هنا الفيضانات حلو. بيقول لك هنا اصبح السد العالي. كيف اصبح السد العالي منذ ذلك الوقت؟ يبقى اصبح ايه؟ اهو اصبح حصنا يحمي مصر. يبقى هنا هتروح قايل له ايه؟ اصبح حصنا. هنا اصبح حصنا يحمي مصر من الفيضانات. طيب تعالى بقى طريق النجاح. بيقول لك إذا ذكرت العلوم وخصوصا الكيمياء برز اسم العالم العربي جابر بن حيان الذي لقبه تمام علماء الغرب بأبي الكيمياء، لأنه كان له السبق في وضع الأساس، وضع الأس العلمية والمنهجية لهذا العلم. تمام كده؟ تمام. وترك إرثا علميا ضخما من المؤلفات والتجارب التي صارت أساسا لعلم الكيمياء الحديث، تجعلنا نقول بثقة حقا نحن علمنا العالم. لم يكن جابر بن حيان مجرد باحث يدون ما يسمع، بل كان رائدا يجرب ويبتكر ويكتشف، حتى سمي علمه الكيمياء التجريبية، وهي التي مهدت لنهضة علمية كبرى فين؟ في الشرق والغرب. حلوة. مرادف إرثا. كلمة إرث يا ولاد يعني ميراث. إيه اللي حصل؟ تمام، عفريت الشاشة جت تاني. هنا مضاد ثقة، طبعا عكس الثقة وهي الشك. عكس الثقه وهي ايه؟ الشك. طيب بيقول لك ان لقب علماء الغرب العالم جابر ابن حيان بأبي الكيمياء. ماشي.
يدل تسمية علماء الغرب لجابر بن حيان بأبي الكيمياء على إيه؟ بأبي الكيمياء على إيه؟ على قوة علمه. الصدق يهذب القلوب والكذب يكشف العيوب. حدد السجع اهو، العيوب والقلوب. حلو الكلام، ادينا حددنا السجع. اثر البلاغي دايما يا اولاد بيعمل ايه؟ بيحدث جرسا موسيقيا تطرب له الاذان. يبقى هنا يعمل ايه؟ يعمل جرس موسيقي تطرب له الاذان. حلو قوي. النصوص من نصر مصر يا جنة الدنيا، ونروي بالدم الغالي ثراها، ونخوض الموت في كل البقاع. حلو. يقول لك هنا ايه؟ نحن جند النصر ابطال الدفاع، يوم يدعونا لنار الهول داع. بأس احرارك من بأس الحديد، فاثبتي كالطود في يوم الصراع. حلو قوي. بيقول لك هنا معنى كلمة ثراها. ثراها يا اولاد يعني ترابها. يبقى هنا ثراها يعني ايه؟ يعني ترابها. حلو. مضاد بأس. معنى كلمة بأس يعني قوة، عكس قوة يبقى ايه؟ ضعف. حلو. موطن الجمال في اثباتي كالطود في يوم الصراع. حلو الكلام. يبقى انت هنا ممكن واحد يجي يقول لي انت لسه قايل في الامتحان الاولاني ان هو ممكن تقول لي ايه؟ ده اسلوب انشاء. اقول لك ماشي، بس انا هنا عايز، هو هنا اثباتي اللي هي مين؟ الياء دي اللي هي مين؟ بيتكلم مين؟ يتكلم مصر. حلو كده. يبقى هنا عندك كالطود يعني كالجبل. يبقى هنا ما موطن الجمال في يوم الصراع؟ هتقول لي هنا شبه الشاعر. يبقى هنا شبه الشاعر، شبه الشاعر مصر بالجبل العظيم. حلو قوي. ما المعنى المفهوم من قوله ترخص الارواح والدنيا فداها؟ يبقى هنا ايه؟ المفهوم هو شده تضحيه المصريين. يبقى المفهوم هو شده تضحيه المصريين. القواعد النحويه ماشي. بيقول لك هنا ايه؟ منح الله وطننا الحبيب الكثير من النعم، معظمها تلك الثروة البشرية المتمثلة في الإنسان، ثم الثروة الطبيعية المخبوءة في الأرض، ولن يكون لهذه الثروة الطبيعية قيمة إذا لم يسخر الفكر والعمل لاستخدامها، وإذا كان مجتمعنا يسعى في اجتهاد إلى التقدم عن طريق تسخير هذه الثروات، فإن ذلك يتوقف على مدى الاهتمام بالعمل وبذل المزيد، ومن هنا يتحقق ما يهدف إلى تحقيقه من تقدم. حلوة. هو عايز هنا الإعراب. منح الله. بص بقى، ناس كتير يقول لك إيه؟ أنت لسه قايل برضه في الامتحان الأولاني إن معرفة زائد معرفة يديني نعت. لا بلاش بقى دماغ بقى إيه؟ دماغ البامبرز دي بلاش. ليه؟ حلو. أنت هنا يا بيه عندك فعل نصب مفعولين اللي هو مين؟ منح. يبقى انت هنا هتدور على اول حاجه الفاعل بعد الفعل او ايا كان، وبعد كده هتدور على ايه؟ على المفعولين. والهاء والكاف والناء والياء لزقوا في فعل مفعول به. يعني لو قال لك منحه، منحنا، منحني، منحك، اي ضمير يتصل بفعل ينصب ايه؟ اتنين، يبقى مفعول اول. طيب مين اللي منح؟ الله. يبقى هنا ده الله اسم الجلاله فاعل. منح ماذا؟ ولا منح ربنا ايه؟ وطننا. حلو الكلام. الحبيب نعت. ليه بقى؟ هتقول لي ما انا مفعول به بسال عنه بماذا. لما اجي اقول لك منح الله ماذا؟ وطننا. ماذا؟ الكثير. شفت لما سالت بماذا الثانيه رد عليك بمين؟ بالكثير. يبقى الحبيب هنا نعت، وطبعا نعت منصوب عشان المنعوت، واعلم يا كتكوت ان النعت بيتبع عن منعوت. يبقى انت عندك هنا الكثير بقى عباره عن ميم به ثاني منصوب وعلامته الفتحة. حلو. بيقول لك هنا ثم الثروة الطبيعية المخبوءة. طيب هو هنا الراجل يا جماعة عايز مني ايه؟ بعد ما عرفنا الكثير، الراجل عايز منك المخبوءة. الراجل عايز منك ايه؟ كلمة المخبوءة. ناس كتير قوي هتقع فيه. ليه؟ طيب انا عندي هنا معرفة زائد معرفة هيديني نعت، ده خلاص كده مش حوار يا عم الحاج. طب كلام جميل، بس انا اللي يهمني هو نعت. انا خلاص تمام كده نعت ماشي. طب هو مستر نعت علامة إعرابه إيه؟ أقول لك ما هي دي التكاية اللي أنا بكلمك فيها. ليه؟ لأن هنا المفروض إن هو عطف مين على مين؟ عطف الثروة ثم دي حرف عطف. يبقى ثم دي حرف عطف. حلو الكلام. الثروة الطبيعية هو الراجل عطفها على الثروة الإيه؟
البشريه. طب يا مستر انا مش فاهم حاجه، اقول لك والله العظيم 3 حقك. هتقول لي طب وبعدين؟ اقول لك احلها لك. هنا تعالى نعمل، الراجل عمل فاصله بيقول لك واعظمها. طب واعظمها دي ايه؟ مبتدا والهاء مضاف اليه. حلو، مين الخبر؟ واعظمها ايه؟ تلك الثروه. يبقى انت هنا لو الخبر كان من كلمتين تاخد الكلمه الاولى، يبقى اعظمها ايه؟ تلك. حلو الكلام. يبقى هنا بقى عندك ان اسم الاشاره ده يا ريس بقى خبر في محل رفع. ماشي خلاص تمام، كنسل. حلو، يبقى هنا بقى عندك ان الثروه دي ده بدل وده مش عليك. حلو، البشريه نعت، المتمثله نعت، في الانسان جر ومجرور. يبقى اصبح ان كلمه الثروه دي هتبقى عباره عن ايه؟ مرفوعه. ليه؟ لان هو عطفها على مين؟ على مرفوع، والمعطوف زي برضو النعت بيتبع مين؟ اللي قبله. يبقى الطبيعيه مرفوعه، والمخبوءه هنا يبقى ده كده نعت مرفوع وعلامته الايه؟ وعلامته الضمه. حلو، ولن يكون، بص بقى اللي جايه دي حلوه قوي، ولن يكون لهذه الثروه الطبيعيه قيمه. خلي بالك ان يكون ده فعل ناسخ. حلو الكلام، والفعل الناسخ يا عم الحاج عايز اسمه، عايز خبر. حلو، لو لقيت كان واخواتها زائد شبه جمله يعرف ان الاسم اتاخر. لو لقيت ان واخواتها زائد شبه جمله اعرف ان الاسم اتاخر. لو اي جمله في العالم سواء في اول الكلام او بعد الفاصله وبدات بشبه جمله اعرف ان هنا في مبتدا متاخر. حلو، يبقى انت هنا عندك ولن يكون لهذه الثروه الطبيعيه قيمه. انا لما الاقي شبه جمله بعد ناسخ سواء كان او اخواتها وان او اخواتها، عشان اجيب اسمه بعمل ايه؟ بسال شبه الجمله بايه اللي، يبقى ايه اللي هذه الثروه؟ قيمه. بس خلاص، يبقى قيمه هنا بقت عباره عن ايه؟ اسم يكون مؤخر مرفوع وعلامته الايه؟ علامته الضمه. إذا لم يسخر، خلي بالك بقى من اللي جاية دي، ده لم ده حرف جزم بيعمل إيه؟ بيجزم المضارع. يبقى هنا يسخر ده هتروح مديني إيه؟ هيديك هنا إن ده كده فعل مضارع مجزوم طبعا، ولا في هنا أي حاجة حذف النون؟ الجزم مسكون، حذف علة، حذف نون. هنا مفيش علة ومفيش حذف نون، يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامته الإيه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامته السكون. ماشي. عايز فعل متعدي المفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر وحدد المفعولين. اهو منح الله وطننا، يبقى هنا وطننا الكثير. يبقى انت عندك هنا هتقول له منح وهتقول له هنا وطننا، ده كده المفعول الاول، وهنا هيبقى عندك الكثير. فعل مضارع منصوب وبين علامة النصب ولن يكون. لما يسأل عن أي حاجة منصوبة فعل مضارع منصوب هتدور على إيه؟ أن، لن، كي، حتى لم التعليل. أن، لن، كي، حتى لم التعليل. يبقى هنا هتروح قايل لي إيه؟ لن يكون. بس خلاص. طب هنا الراجل بيقول لي يا مستر حدد علامة النصب. حاضر يا عم، يبقى ده كده منصوب وعلامته الفتحة. منصوب وعلامته الفتحة. طبعا ايه؟ عشان في بعض الادارات او بعض الناس لما تيجي تصحح بتتك شويه، فانت هتقول منصوب بلن وعلامته الفتحه. فاعلا جاء على صوره الاسم الموصول. الحته دي بقى بمليون جنيه، ونتمنى ونسال الله تعالى، يبقى احنا ونسال الله تعالى ان هي ما تجيش. ليه بقى؟ اقول لك. بص يا سيدي، هنا عايز فاعل جاء على صوره الاسم الموصول. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي حاجتين بيجوا اسم موصول، اللي هم مين؟ اللي هم من وما. يبقى دول كده من وما، دول على فكره بيستعملوا ادوات استفهام، ممكن يبقوا ادوات استفهام وممكن يبقوا اسم موصول. حلو، طب انا مثلا اعرف منين؟ اقول لك يا سيدي، انت كل اللي عليك ان انت لما تشوفهم بعد فعل او في اي حاجه من الحاجات دي تعمل ايه؟ شيلها، اسحبها كده، حط الذي، اسحبها، حط الذي. حلو، تعالى كده نمشي ورا الكلام. فإن ذلك يتوقف على مدى الاهتمام بالعمل ويدل المزيد ماشي، ومن هنا يتحقق ما يهدف. حلو، مين اللي هيتحقق؟ ما. طب ودي يا مستر تنفع فاعل؟ ليه؟ لانها موصوله. لانها ايه؟ موصوله. حلو، يعني انا هنا دلوقتي هاخد ما، بس انا عايزها برضو اكدها لك. يعني انا لو جيت قلت لك هنا ضربته، بص بص بص، ضربته من يضربني على سبيل المثال. لو انت جيت
تعرب من مش من هي بتبقى الميم مفتوحه. اعملها ازاي؟ هو انت ضربت مين؟ من دي ينفع اشيلها واحط الذي؟ ينفع. بقول ضربت الذي يضربني، صح، بس خلاص. يبقى انت عندك هنا ان دي بقت مفعول به. يبقى هنا يتحقق ما يا اولاد تستعمل لغير العاقل. ما تستعمل لغير العاقل. يبقى هنا يتحقق ما يهدف الى تحقيق من تقدم. يبقى الراجل بيتكلم على حاجه غير عاقل. يبقى اصبح ان انت فاعل جاي على صوره اسم الموصول هو مين؟ ما. بس كده اهو. بس انت الافضل ان انت تكتب له يتحقق ما. فعل مبني للمجهول وحدد نائب الفاعل واذكر علامه اعرابه اهي. اذا لم يسخر الفكر. يبقى انت هنا بقى عندك ايه؟ يسخر ايه؟ ضم الاول وافتح ما قبل الاخر مع المضارع. يبقى هنا يسخر مين نائب الفاعل؟ الفكر. حلو. طيب بيقول لك هنا كافأني المعلم بجائزه قيمه. ابن الفعل المجهول. حلو قوي. انا عندي يا اولاد اي فعل بيبقى مبني للمعلوم على وزن فاعل بقلبه فوعل. فاعل فوعل. فاعل فوعل. خلي بالك دي مش فاعل، فاعل فوعل. حلو. طب انت هنا فاعل فوعل لما تيجي تقلبه ازاي؟ كافأ كوفئ، قاتل قوتل. حلو. بايع بويع مثلا. حلو كده. يبقى هنا هتقول ايه؟ كافأني المعلم. يبقى انا هنا عندي ياء متكلم. ياء المتكلم تقلب تاء مضمومه. ياء المتكلم تقلب تاء مضمومه. يبقى انا هنا اروح قايل ايه؟ اقول كوفئ تو بس بجائزه قيمه. المعلمة المتفوقات جائزة أكمل الفعل ينصب مفعولين. هنقول يا عم أعطت أو منحت. اجعل الوقت مرة نائب فاعل ومرة أخرى مفعول أول لفعل ينصب مفعولين. ماشي. حلو. يبقى أنا هنا مرة نائب فاعل هنقول إيه؟ هنقول مثلا هنا طبعا أنا لو عايز أقول إيه هقول يعني مثلا إيه؟ حسب محمد الوقت مثلا. حسب محمد الوقت. يبقى انا لو عايز ابني هنا حاسبة هخليها ايه؟ حوسيبة. ضم الاول واكسر ما قبل الاخر مع الماضي. حوسيبة الوقت بس. طيب هنا عايز ايه؟ بيقول لك اعملها مفعول اول لفعل ينصب مفعولين. حلو كده. يبقى انا لما اجي اقول لك هنا مثلا ايه؟ اعطى المعلم الوقت الكافي للطلاب مثلا. حلو الكلام كده. تمام. حلو. بيقول لك هنا لخص الفقره في سطرين. بيقول لك هنا في مشهد بطولي نادر كان بطل سائق شاحنه بسيط اسمه خالد شوقي رحمه الله عليه، ربنا يرحمه يا رب ويرحم جميع الشهداء. عبد العال الذي ضحى بحياته لينقذ مدينه العاشر من رمضان من كارثه كادت ان تلتهمها باكملها. بدات الحكايه داخل محطه وقود. اللي حصل يا ولاد باختصار ان الراجل دوت كان سائق شاحنه جوه محطه وقود. كان المفروض ان داخل ان هو يحط بنزين. طبعا في حصل حادث كبير جدا جدا، وبسبب ارتفاع درجه الحراره عربيه التانك الكبير بتاعها مليان وقود اشتعلت، والراجل خد العربيه وبدا ان هو يمشي بيها لحد لما انفجرت وضحى بحياته عشان ينقذ ناس كتير جدا. وعايزين نقول حاجه للولاد الصغيرين والناس الصغيرين يا اولاد، هي دي الامثله البطوليه الحقيقيه. انا مش بسيط ولا بعمل تنميه بشريه، بس انا بقول لك ان دي الامثله البطوليه الحقيقيه يعني الحقيقيه. وزي محمد ابو شقره زي ابراهيم الرفاعي، كل دي يعني امثله حقيقيه للرجوله وللبطوله، مش البطوله اللي احنا بنشوفها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء تيك توك او اي حاجه، والالفاظ وطريقه الكلام اللي هي كده. يعني نقتدي بالناس اللي هي تستحق البطوله فعلا. طيب وقود بسبب ارتفاع درجه حرارته. يبقى انا هنا عايز الخص في كلمتين، يبقى انا في سطرين سوري. هقول في مشهد بطولي نادر كان بطل سائق شاحنه بسيط اسمه خالد شوقي ضحى بحياته لينقذ مدينه العاشر حلو من رمضان من كارثه. يبقى هنا من كارثه
تمام. تمام. هنقول ايه؟ عندما اندلعت النيران بشكل مفاجئ نتيجة انفجار خزان سيارة نقل بسبب ارتفاع درجة ايه؟ حرارته. بس كده اهو، يعني خدنا سطر في نص في سطر في نص، عملنا سطرين. تمام. ربنا يرحمه يا رب ويصبر اهله وذويه. طيب، ضع خطا تحت الكلمات المبدوءه بالف وصله وهمزه قطع. طبعا يبان السؤال ان هو رخم بس بيتكرر، فاحنا لازم يعني نعمل له حساب. الاسئله دي يا اولاد لازم نعمل لها حساب، لان زي ما قلنا الوزاره اكدت وشددت ان الامتحانات هتيجي من كتاب التقييمات واسئله كتاب الوزاره، والشيت متجمع فيه الاثنين، اسئله كتاب الوزاره واسئله التقييمات. حلو. بيقول لك ضع خطا تحت الكلمه المبدوءه بالف وصل او همزه قطع. ادي عندك انطلق، وادي الصاروخ، وادي الفضاء، وادي انطلاقا. كفايه خطوط بقى كده. حلو. بيقول لك هنا تخير الكلمه المناسبه اللي تضمن حرف ينطق ولا يكتب. حلو الكلام. بيقول لك مما بين عندك ايه؟ هؤلاء، تلك وهذه، لا هؤلاء فتيات محترمات. حلو. الاختبار الثالث. ماشي. نص الاستماع من درس ريادة الأعمال. بيقول لك إن ريادة الأعمال مش مجرد مهنة أو وظيفة، خلاص تمام، بل هي فكر متجدد وروح مبدعة ترى في التحديات فرصا، وفي المشكلات حلول مبتكرة. والمقصود بريادة الأعمال أن يبتكر الإنسان فكرة جديدة أو يطور مشروع قائما بما يلبي حاجة المجتمع ويعود عليه بالنفع والخير. حلو قوي. يبقى أنت عندك هنا المراد بيلبي. يعني ايه يلبي؟ يعني يحقق. هو هنا عايز يعني ايه معنى يلبي؟ يبقى انت عندك يلبي يعني يحقق. حلو. ريادة الأعمال ليست مجرد وظيفة، بل هي فكر متجدد وروح مبدعة. يبقى بل هي فكر متجدد وروح، هو هنا في واو سوري، وروح مبدعة. هو حاططها. ماشي. يهدف رائد الأعمال إلى، نطلع روح مبدعة تمام، فرص وفي مشكلات حلول. المقصود بيبتكر الإنسان فكرة جديدة ونطور مشروعا قائما بل يلبي حاجة المجتمع ويعود عليه بالنفع. يبقى يهدف إلى رائد الأعمال إلى تلبية حاجة المجتمع. أهو. حلو. ما المقصود بريادة الأعمال كما فهمت من الفقرة؟ إنها ليست مجرد مهنة أو وظيفة، بل هي فكر إيه؟ متجدد. يبقى إيه؟ أنها ليست مهنة أو وظيفة، بل هي إيه؟ بل هي فكر متجدد. بل هي فكر متجدد. القراءة من درس الذكاء الاصطناعي أخلاقياته واستخدامه. حلو. بيقول لك غير أن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أداة للتسلية أو وسيلة للإنتاج، بل هو سلاح ذو حدين تحدد قيمته وأخلاقيات المستخدمين، ومن تلك الأخلاقيات ألا يستعمل في التزييف أو الغش، وأن يسخر لخدمة الإنسان لا للإضرار به أو انتهاك خصوصياته. ومن هنا صار لزاما أن نربي أبناءنا على وعي أخلاقي يصاحب كل استعمال لهذه التقنيات. جمع ذكاء، ذكاءات. مضاد الغش الامانه، مش محتاجه فقاقه دي قوي يعني. يبقى هنا عكس الغش الايه؟ الامانه. عفاريت الشاشه رجعت تاني. حلو. ضع علامه صح امام العباره الصحيحه وعلامه خطا امام العباره غير الصحيحه من اخلاقيات الذكاء الاصطناعي لو استعمل في الغش. اكيد يعني. بيقول لك هنا يجب ان نربي ابنائنا على الوعي باخلاقيات الذكاء الاصطناعي. ايه ده؟ عفاريت الشاشه جت تاني. تمام. ماشي. اكمل العبارتين بما يتناسب مع فهمك للنص. حدد الجمهور المستهدف من النص. طبعا الجمهور المستهدف هنا يا اولاد هو مين؟ النشء والبالغين. يبقى هنا مين؟ النشء اللي هم الصغار يعني، النشء والناضجين كلنا يعني. الذكاء الاصطناعي سلاح ذو حدين. اشرح العباره السابقه. سلاح ذو حدين انه قد يستعمل في الخير وقد يستعمل في الشر. يبقى هنا ايه؟ قد يستعمل في الخير فيصبح
سلاح إيجابي قد يستعمل في الشر فيصبح سلاح سلبي. ما القيمة الاجتماعية اللي نتعلمها من الفقرة السابقة؟ طبعا القيمة اللي هي الدرس المستفاد، يعني طبعا تكتب ايه؟ حسن استخدام، يبقى هنا حسن استخدام الذكاء الاصطناعي. طيب القراءة بالدرس حصن مصر الغالي السد العالي. يقول لك إن من صور حماية الوطن والارتقاء به ما تقيمه مصر من مشاريع عملاقة تحافظ على ثروات الوطن وتكفل حياة كريمة لكل إنسان على أرضها الغالية. ومن تلك المشاريع مشروع السد العالي. حلو. هو بيقول لك هنا كلمة معناها إيه؟ كلمة معناها تكفل. طبعا هنا يا جماعة تكفل يعني تضمن أو توفر، يبقى هنا أنت عندك تكفل يعني تضمن أو توفر. تضمن يعني ايه؟ توفر. طبعا كل الكلمات دي موجوده في الكتب الخارجيه وفي كتاب المدرسه، معمول عليها علامه كتاب مدرسه في الكتاب الخارجي وموجوده في كتاب المدرسه، واحنا اتكلمنا قبل كده على اهميه حفظ الكلمات. فانا بقول للناس اللي يعني حاسه ان مفيش وقت ان هو يرجع يحفظ كل معاني الكلمات دي تاني، يبقى انت الانسب ليك انك تشوف الفيديو ده وتراجع كويس قوي، لان دي الاسئله اللي هتتكرر كتير في الفتره اللي جايه، ودي الاسئله اللي ان شاء الله هيجي منها الامتحان. كلمة مضادها ضئيلة، طبعا عكس ضئيلة ضخمة، يعني مش محتاجة دي. فسر العلاقة بين المشاريع العملاقة وحياة كريمة للمواطنين. حلو. المشاريع العملاقة بتعمل ايه؟ بتضمن تحافظ على ثروات الوطن وتكفل حياة كريمة، يبقى هي دي العلاقة. يبقى هنا المشاريع العملاقة توفر حياة كريمة وتضمن وتحافظ على ثروات الوطن. ماشي. كيف تسهم المشاريع القومية في حماية الوطن؟ إنها برضو بتعمل إيه؟ يبقى هنا أنها تسهم في إيه؟ في توفير حياة كريمة لكل إنسان. يبقى إيه؟ في توفير الحياة الكريمة لكل إنسان. معلش يا ولاد، طبعا الناس اللي بدأت تزهق طول بالك شوية، معلش طبعا احنا خلاص في فترة حرجة فمحتاجين ان احنا نطول بالنا شوية. طيب هنا بيقول لك ايه؟ النصوص العلم في الظلمات نور، كفى بالعلم في الظلمات نورا يبين في الحياة لنا الأمور، فكم وجد الذليل به اعتزازا وكم لبس الحزين به سرورا، تزيد به العقول هدى ورشدا وتستعلي النفوس به ايه؟ شعور. حلو. معنى يبين معناها يوضح أو يفسر، يبقى يبين هنا معناها يوضح أو يفسر. مضاد رشدا، عكس الرشد. اولا كده انت عندك هنا كلمه رشد، يعني رشد يعني عندك رشدا دي يعني عباره عن حكمه او هدايه. عكس الرشد يا اولاد وهو معنى كلمه رشدا عكسها سفها. عكس كلمه رشدا سفها. حلو. بيقول لك هنا ماذا يترتب على تجاهل مجتمع ما لطلب العلم؟ طبعا هنا ايه؟ الاصابه بالجهل اكيد، يعني مش محتاجه تفكير، يبقى هنا الاصابه بالجهل. حلو. ما الجمال في كفى بالعلم في الظلمات نورا؟ الجمال هنا ايه؟ هنقول له هنا ايه؟ شبه الشاعر، يبقى هنا شبه الشاعر العلم بالمصباح. حلو. وشبه الجهل بالظلام، وشبه الجهل بايه؟ بالظلام. بس كده. طيب بعد كده عندك هنا بيقول لك بين الحزين وسرورا، طبعا الكلمات دي بينهما تضاد يوضح المعنى ويبرزه. تعالى بقى اقول لك على حته حلوه برضو موجوده فين في الاسئله. كلمه التطابق اللي هي المماثله غلط، كلمه الترادف يعني الاثنين بمعنى واحد، لا. انت عندك هنا التباين. يعني ايه يا مستر التباين دي؟ التباين ده يا ولاد يعني الاختلاف.
تباين يعني الاختلاف، والاختلاف هو التضاد، الاثنين عكس بعض. حلو، تعالى بقى نروح للقواعد النحويه. بيقول لك عن يسير الذكاء الاصطناعي بسرعه مذهله في التطور، وقد اعطى العلماء التقنيه قدره على التعلم والتحليل، وتستخدم هذه التقنيه في مجالات كثيره لتسهيل حياه الانسان، حامله فرصا جديده، لذا ينبغي علينا ان نحسن استخدامه، ونحن مؤمنون بقيمته. حلو الكلام، حلو الكلام. طيب تعالى نعرف. هنا بيقول لك وتستخدم هذه التقنيه في مجالات كثيره. طيب هنا كلمه كثيره هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن نعت مجرور وعلامه جره الكسره، يبقى ده كده نعت مجرور وعلامته الكسره. ليه؟ نكره وصفت نكره تبقى نعت. حلو. لتسهيل حياة الإنسان حاملة فرصا جديدة. طبعا هنا حاملة، المفروض إن إحنا دايما كنا بنعلمك وبنقول لك إن الحال بيكون جوه جملة فعلية. حلو. طب هتقول لي هي فين الجملة الفعلية؟ أقول لك وتستخدم هذه التقنية. يبقى كيف تستخدم هذه التقنية في مجالات كثيرة لتسهيل حياة الإنسان حاملة. يبقى حاملة هتبقى حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة، حال منصوب وعلامته علامته الفتحة، بس كده. حلو. علينا أن نحسن. طبعا هنا أن لن كي حتى لم التعليل، يبقى الحاج ده فعل مضارع منصوب بأن، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه منصوب بأن وعلامته الفتحة. تمام. الراجل هنا عايز مني فعل ينصب مفعولين وعين المفعول. طب يا عم تمام، انا ما عنديش مشكله خالص. طيب هنا دلوقتي بيقول لك وقد اعطى العلماء التقنيه قدره. خليك بقى معايا بقى كده، والله يبارك لك، عشان ما نتلوحش كلنا. وقد اعطى، مين اللي اعطى؟ العلماء. يبقى العلماء هنا يا بيه؟ العلماء هنا عباره عن فاعل. حلو قوي. طيب يبقى هنا اعطى العلماء ماذا؟ التقنيه. ادوا للتقنيه؟ قدره. يبقى ادوا للتقنيه؟ قدره. حلو الكلام. يبقى انت هنا بقى معاك ان انت عندك هنا هتروح كاتب كده وقد اعطى، اهو ده كده الحاج اللي بينصب اتنين، ادي اعطى. حلو ماشي. عندك فين المفعول الاول؟ التقنيه. وعندك هنا المفعول الثاني وهو مين؟ وهو قدره. المفعول الثاني وهو مين؟ قدره. حلو. طيب فعل مبني للمجهول وحدد نائب الفاعل. حلو. تعالى بقى هنا بيقول لك وقد أعطى العلماء التقنية قدرة على التعلم والتحليل، وتستخدم. يبقى هنا وتستخدم المفروض كانت تستخدم العلماء الذكاء، أو تستخدم العلماء التقنية. يبقى وتستخدم مع المضارع، ضم الأول وافتح ما قبل الآخر. يبقى هنا يا باشا بقى عندك تستخدم. حلو الكلام. حط الضمة الصغنونة دي. وبقى عندك هنا مين؟ التقنية. حلو. عايز حال جمله وبين نوعها. باينه قوي. هو قال لك ونحن مؤمنون بقيمته. يبقى هنا ونحن مؤمنون بقيمته. حلو. تمام. هو عايز اذكر بين نوع. طبعا هنا هتبقى جمله اسميه، مش محتاجه دي، جمله اسميه. ماشي. وعايز الرابط هنا يبقى الواو والضمير. يبقى الرابط الواو والضمير. عايز حال شبه جمله وبين محلها الاعراب. حاضر يا عم. اوعى بقى واحد ذكي يجي يقول لي ونحن مؤمنين بقيمتي، يبقى قيمتي هنا حال شبه جمله. لا. طيب يبقى انت هنا هتطلع فوق خالص وتقول لي يسير الذكاء بسرعه. يسير الذكاء بسرعه. انا قلت لك ان الحال جوه جمله فعليه. جوه جمله فعليه. تسال كيف يسير الذكاء بسرعه؟ يبقى بسرعه هي الحال الشبه الجمله. يبقى هنا عندك بسرعه. حلو. ده كده حال شبه جمله تمام. وباين محلها الاعرابي هنقول حال في محل نصب. حال في محل نصب. بس خلاص. خش على اللي بعده. هنا بيقول لك عالج الطبيب ابن الجمله للمجهول. حلو. المفروض بص كميه اخطاء ابني من غير ياء خالص. حلو. عالج الطبيب المريضات. طبعا دي ممكن تبقى ياء مخاطبه لو بيكلم بنات يعني. عايز ابن الجمله للمجهول. هقول له هنا عولجت. انا قلت فاعل فوعل كافأ كوفئ عالج عولج. يبقى هنا عولجت المريضات.
حلو. عاد الطفل باكيا، اجعل الحال جمله بنوعيه. حاضر يا عم. يبقى عاد الطفل وهو باكي، خلاص كده، وهو باكي نحط الضمتين عشان يبقى خبر، وهنقول عاد الطفل يبكي الى صديقي وعزيه في وفاه والده. تمام. يبقى هنا الى، تمام. محمد مثلا اهو، 122@gmail.com. ماشي. يبقى هنا @gmail.com. حلو. يبقى ده كده ايه؟ لا، ادي المحتوى. خش لي على المحتوى، وبعد كده ايه المحتوى؟ اهي رسالة، حلو، تعزية إلى صديقي العزيز. كتبنا محمد، ممكن ناخد هنا ايه؟ ناخد ابراهيم العزيز. ابراهيم في وفاة والدي، في وفاة والدي. حلو. بعد كده هتروح عامل التحية الحلوة بتاعتك، وتروح قايل له ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صديقي العزيز ابراهيم. يبقى هنا اروح قايل اهو صديقي العزيز ابراهيم، صديقي العزيز ابراهيم، صبرك الله على فقدان والدك. حلو الكلام. وأعانك الله. حلو. وأعانك الله على، يبقى هنا نقول له ايه؟ وأعانك الله على تحمل المسؤولية بعده. أسأل الله. يبقى هنا اهو عفاريت الشاشه جت تاني، النور قطع مره وعفاريت الشاشه بتيجي. اسال الله. يبقى هنا اسال الله تعالى ان يلهمك الصبر والسلوان. شكرا. بس كده. طبعا تحت خالص بقى تكتب مثلا ايه؟ لو هنا تكتب صديقك العزيز، صديقك العزيز علي مثلا. اكتب ما يمل عليك. خلاص ما عندناش ادي الخط. خش لي على النموذج الرابع في الخفيف خفيف. حلو قوي. بيقول لك نص الاستماع من درس الالعاب الالكترونيه بين المتعه والضوابط. حلو الكلام كده، احنا ماشيين حلو قوي. العالم الرقمي بحر واسع من المعرفه والتسليه، يفتح لنا ابوابا لا حدود لها من التواصل والاكتشاف، كما ينمي سرعه الملاحظه ودقه الحركه وروح التنافس، لكنه في الوقت نفسه يحمل في طياته اخطارا خفيه تتطلب وعيا وحذرا لنبحر فيه بأمان دون أن تغمرنا أمواجه. هذا أصدق قول على الألعاب الإلكترونية، فهي توفر بيئات تفاعلية جذابة تتطلب من اللاعب اتخاذ قرارات وحل مشكلات لتحقيق أهداف معينة، مما يشعره بالإنجاز والكفاءة، كما أنها تستخدم محفزات قوية مثل الأضواء والألوان والأصوات والتأثيرات البصرية لخلق تجربة ممتعة وجذابة. حلوة. مما يجعلها ركنا أساسيا من الروتين اليومي للأطفال. حلوة. بيقول لك هنا هات لي المراد بينمي. طبعا كلمة ينمي معناها يطور. حلو. مضاد خفية، عكس خفية يا ولاد ظاهرة، عكس خفية ظاهرة. يفتح العالم الرقمي لنا أبوابا من التواصل والاكتشاف. الإجابة صح. هنا بيقول لك يجب التحلي بالوعي والحذر والمواجهة الخطر الخفي في العالم الرقمي. صح. ما الجوانب الإيجابية التي ذكرها المتحدث الألعاب الإلكترونية؟ طبعا هنا هتبقى إيه؟ سرعة الملاحظة. يبقى هنا سرعة الملاحظة، دي كده أول بند. سرعة الملاحظة وقوة الاكتشاف. يبقى أنت عندك هنا تمام تمام تمام. فهي توفر بيئات تفاعلية. ماشي تمام. هو مش سرعة الملاحظة ودقة الحركة وروح التنافس. سرعة الملاحظة ودقة الحركة. اقترح عنوانا بديلا للفكرة المسموعة. ممكن نقول ايه؟ الجوانب الخفية للألعاب الإلكترونية. يبقى هنا الجوانب الخفية
للألعاب الإلكترونية من درس الجوهرة المصرية. تمام. ممكن واحد يجي يقول لي يا مستر ما احنا لسه حالينه. هقول لك هو الدرس مثلا بيبقى متقسم لفقرات، ودي فقرة مختلفة عن اللي احنا حلينها، وكمان الأسئلة مختلفة. طيب هنا بيقول لك كان هدف سمين للجماعات إذ تسبب في رعب حقيقي لهم خلال فترة خدمته بقوات مكافحة الإرهاب في جبل الحلال والعريش بشمال سيناء، وفي يوم 9 يونيو 2013 بينما كان في مهمة خاصة لملاحقة عناصر إرهابية خطرة في العريش وقع اشتباك عنيف، وأصر البطل على استكمال مهمته حتى النهاية رافضا التراجع أو الاستسلام، وارتقى شهيدا رافع الرأس ليلتحق برفاقه من الشهداء الذين كتبوا اسماءهم بحروف من نور في سجل الخالدين. حلو. عايز معنى رفاقه؟ طبعا رفاقه هنا يعني زملائه او اصدقائه. مضاد ثمينا رخيصا. عفاريت الشاشة جت، عفاريت الشاشة جت. مش عارف ليه بيحصل كده. ماشي الحمد لله. تسبب أبو شقرة في خسائر كبيرة للجماعات الإرهابية، في خسائر كبيرة، ربنا يرحمه يا رب ويرحم جميع شهداء الوطن. حلو. كيف استشهد الشهيد محمد أبو شقرة؟ طبعا هنا إيه استشهد؟ تمام، في اشتباك عنيف. تمام كده أهو. يبقى هنا استسلم في اشتباك عنيف مع الجماعات الإرهابية. يبقى هنا في اشتباك عنيف مع الجماعات الإرهابية. هنا دي رخيصة، مش عارف في ايه، بس تمام يعني. إذ تسبب في رعب حقيقي لهم خلال فترة خدمته علاقة قوله بما قبله. خلي بالك بقى ان انا عندك هنا ان إذ تديك تعليل لذا تديك نتيجة. إذ تديك تعليل يبقى عشان تسبب، يبقى خد من اخوك علوة، هنا تعليل. بيقول لك هنا استخرج من الفقرة اسلوب توكيد واذكر اداته. بص يعني ايه؟ بسم الله. لقد كان، لقد اول الكلام اهو. يبقى هنا ايه؟ لقد. واداته ايه؟ اللام وقد. بس خلاص. عم أشقية مصر جابر بن حيان إن ثقافة النجاح ليست حكرا على جابر بن حيان أو عصر بعينه، بل هي سبيل كل من أراد أن يستخدم مفاتيح الفضول العلمي والاجتهاد والمثابرة والتفكير العلمي والتواضع والوفاء لمعلميه، فمن سار على هذا الضرب أضحى علمه ميراثا للأجيال كما صار جابر بن حيان رمزا للكمال. حلوة. الثقافة مفاتيح، يعني ثقافة النجاح مفاتيح، منها ايه وايه 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 وايه. حلو الكلام. يبقى أول حاجة الاجتهاد والمثابرة والتفكير العلمي. يبقى هنا هنكتب منها الاجتهاد والمثابرة، التفكير العلمي. اختر أضحى علمه ميراثا للأجيال. علاقة هذه الجملة بما قبلها هي فين؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ انت فين؟ فمن بص يا اخويا، لما يجيب لك هنا أداة شرط يبقى معنى كده إن في شرط، واحنا قلنا إن الشرط وجوابه نتيجة، الشرط وجوابه نتيجة. فمن صار، صار فعل الشرط، طبعا هتاخده في ثانية إعدادي بس إيه معلش خلينا. وعشان كده احنا قلنا النتيجة بنحط قبلها إيه؟ عشان كده. يبقى عشان كده أضحى علمه ميراثا للأجيال. يبقى العلاقة هنا إيه يا باشا؟ نتيجة. معنى حكر. كلمة حكر يا ولاد يعني قاصرة. يعني ايه قاصرة؟ يعني هنا في احتكار، يعني الحاجة دي موجودة عند الشخص ده بس. يبقى معنى حكر هنا يعني قاصرة. حتة سحابة بعملها ملهاش حل. إلى أي درب يشير الكاتب وما ثمرة السير على هذا الضرب؟ طبعا هنا الضرب اللي هو يعني طريق. يبقى هنا ايه؟ ضرب النجاح. تمام. يبقى هنا الضرب اللي هو بيتكلم عليه اللي هو ايه؟ ضرب النجاح. حلو الكلام. يبقى الضرب بتاع مين؟ بتاع النجاح. وما ثمرة هذا السير؟ ايه الثمرة بتاعت هذا السير؟ اهو سيضحي العلم ميراث للأجيال. يبقى هنا سيضحي العلم ميراثا للأجيال.
ماشي. كلمتين بينهم سجع وبين اثر اهو. فمن صار على هذا الضرب اضحى علمه ميراثا للاجيال كما صار جابر بن حيان رمزا للكمال. يبقى الاجيال والكمال. حلو. يبقى انت عندك هنا الاجيال تاني، عفاريت الشاشه جت لنا تاني، الاجيال والكمال. طب بين اثره اهو. يصنع جرسا موسيقيا تطرب له الاذان. طيب تعالى بقى بعد كده نشوف الراجل هنا عايز ايه. بيقول لك النصوص من نص مصر يا جنة الدنيا، ونروي بالدم الغالي ثراها، نخوض الموت في كل البقاع، نحن جند النصر أبطال الدفاع، يوم يدعونا لنار الهول داعي، بأس أحرارك من بأس الحديد، فاثبتي كالطود في يوم الصراع. أنفع مطرب والمصحف معنا؟ والله ما أنفع، بس يعني إيه، إحنا بنحاول نحليها شوية. كلمة معناها الجبل العظيم، طبعا هنا إيه؟ الطود. كلمة مضادها ضعف بأس، اوعى بقى تقول لي قوة، ما هي بأس يعني قوة، ما هي أصلا معناها قوة. كلمة مفردها البقعة اللي هي مين؟ البقاع. عفاريت الشاشة جت، عفاريت الشاشة جت. تشبيه مصر بالطود الأعداء العظيم. يبقى هنا ما دلالة؟ يبقى هنا إيه؟ تدل هذه العبارة تدل على عظمة مصر. استخرج من ابيات اسلوب انشاء وبين غرضه. انت فين؟ فاثبتي اهو، فاثبتي اهو، فاثبتي. ده كده المفروض انه اسلوب ايه؟ اسلوب امر. طب غرضه ايه؟ النصح والارشاد. كيف يظهر دور أبناء مصر في الدفاع عن الوطن؟ من خلال الأبيات يظهر دور مصر في الدفاع عن الوطن من خلال الأبيات. فين؟ في وقت الصراع. في وقت الإيه؟ في وقت الصراع. أهي. حلو. القواعد النحوية. السد العالي أحد إنجازات المصريين في القرن العشرين، واحد من أهم المشروعات القومية التي أنجزت بسواعد المصريين عبر تاريخهم الطويل. وكما وهب النيل مصر خيرها وخصبها، وبين المصريين قد منحوا النيل هذا المشروع العظيم يحافظ على الماء ويحمينا من الجفاف ويعطي الأجيال القادمة عطاء يماثل ما أعطاهم. حلو قوي. اعرب ما تحته خط. يقول لك استخرج من الفقرة فعل متعدي المفعولين ليس أصلا من الخبر، المبتدأ والخبر. حلو. تعال نعرف هنا بسواعد المصريين. نكره زائد معرفه، يبقى المعرفه مضاف اليه. يبقى ده كده ايه؟ مضاف اليه مجرور مضاف اليه. حلو الكلام، حلو الكلام. مجرور وعلامته الياء، مجرور وعلامته الياء. وكما وهب النيل. واحد بقى هنا عبقري يروح جاي يقول لك ايه؟ كما وهب النيل، يبقى مين اللي وهب السد العالي؟ لا، وهب النيل مصر خيرها. النيل اللي ادى لمصر الايه؟ الخير بتاعها. يبقى الحج النيل هنا يبقى عباره عن ايه؟ عباره عن فاعل مرفوع وعلامته الايه؟ وعلامته الضمه. حلو. هنا ويعطي الاجيال القادمه عطاء. ويعطي الاجيال القادمه ايه؟ عطاء. مين اللي بيعطي؟ هو. يعطي ماذا؟ الاجيال. الاجيال هنا مفعول به اول، القادمه نعت، عطاء. يبقى المفروض ان عطاء دي عباره عن ايه؟ ميم به ثاني منصوب وعلامته الفتح. حلو. فعل متعدي المفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر اهو. انت عندك هنا يعطي. حلو الكلام. ووهب، الاثنين ينفعوا. انا هاخد وهب. حلو. يبقى انت عندك هنا وهب، وادي مصر، وادي خيرها. حلو. اسم معرفه اخر نكره، ده سؤال عبيط. عندك هنا النكره خليه عباره عن عطاء، وعندك هنا بعد كده المشروعات اي حاجه. وبرده خلي بالك ان الكلمه اللي هي اللي جه بعديها مضاف اليه دي معرفه اسمها معرفه بالاضافه. الكلمه اللي جه بعديها مضاف اليه دي اسمها ايه؟ معرفه. اوعى تختارها. يعني بسواعد معرفه، انجازات معرفه، ما تختارهاش. اختار كلمه كده ساده كده مع نفسها مع حالها خالص. يبقى انت عندك هنا ايه؟ اسم معرفه. هناخد اي حاجه من دول السد يا عم. فعل مبني للمعلوم وابنه للمجهول. حلو الكلام. طيب
ماشي. التي أنجزت بسواعد فإن المصريين قد منحوا النيل هذا المشروع العظيم ليحافظ ماشي ويحمينا ويعطي. حلو الكلام. يبقى أنا هنا إيه؟ ممكن أجيب مثلا عندك يعطي، أنا ممكن أجيب هنا يعطي وأحوله لإيه؟ وأبنيه للمجهول. يبقى أنا هنا خلي بالك إن ما تجيش تقول لي إن ده كده مبني للمجهول، لا. لو بالفعل المضارع كان مضموم أوله ومكسور ما قبل الآخر يبقى مبني للمعلوم. طب المبني للمجهول بيبقى عامل ازاي؟ ضم الاول وافتح ما قبل الاخر يبقى مبني للمجهول مع المضارع. يبقى هنا يبقى ايه؟ عباره عن يعطى. رايت المعلم في مكتبه قصر. ماشي. ابن الفعل مجهول. سؤال حلو قوي، سؤال حلو قوي، في فكره وصعب. ازاي؟ يبقى انا عندي هنا اولا لما اجي ابني للمجهول هيبقى عندي مين؟ هيبقى عندي الحاج راى اللي هو هنا ايه؟ المفروض ايه؟ تاء الفاعل. حلو. وادي عندك المعلم اللي هو الميم به اللي هو المفعول به. حلو. طب انا هنا راى المفروض اخليه ايه؟ اخليه مثلا رؤيا. طب رؤيا دي هتتكتب ازاي؟ انا عايز اضم الاول واكسر ما قبل الاخر اهي رؤيا. يبقى هنا رؤيا اهي. حلو. يبقى هنا بيقول لك رايت المعلم. طب انا لما اجي احذف الفاعل اللي هو رايته، حلو الكلام، وعايز ان انا اخلي المفعول به نائب عن الفعل يبقى اقول ايه؟ رؤيا المعلم. سؤال والله في فكره حلوه، ويعني نتمنى انه ما يجيش، بس اهو راى تبقى رؤيا ما انا هاجي اضم الاول هتبقى فاحط واو. طب عايز اكسر الهمزه دي عشان اكسر ما قبل الاخر تبقى ايه؟ رؤيا. حلو. المعلم. تعاد المباراه بسبب مخالفات الجماهير. اجعل الفعل ماضي وغير ما يلزم. تعاد طبعا ده المفروض ان هو ايه؟ فعل مباراه. حلو الكلام. طيب هنا انا عايز اقول ايه؟ اقول مثلا ايه؟ اعيدت حلو المباراه بسبب مخالفات الجماهير. او اجعل الفعل الماضي تعاد المباراه. ممكن اقول اعاد. ماشي. ممكن برضو عشان دي احنا كده بنلاها للمجهول، فلا مش عايزين برضو ان احنا ايه يعني نجود على الاخر. يبقى هنقول اعاد الحكم المباراه بسبب مخالفات الجماهير. اعطينا ذات النهار كاس التميز. اجعل المفعول به اجعل المفعول الاول مثنى وغير ما يلزم. حلو قوي. يبقى هنا المفعول الاول اللي هو ذات. حلو. يبقى انا هقول هنا ايه؟ اعطينا. حلو الكلام. يبقى احنا هنا ايه؟ اعطينا ذات. انا عايز بقى اخليها عباره عن ايه؟ عباره عن مثنى. طب انا لما اخليها مثنى هعمل ايه؟ هقول هنا اهو اعطينا ذواتي. خلي بالك بقى، اوعى تقول لي هنا ان انت هتحط ايه؟ هتحط النون. ليه؟ لان في اضافه. يبقى هنا النون مع الاضافه بتطير زي العصافير. ذواتي المهاره كأس التميز. لخص الفقره. هنا بيقول لك ايه؟ ماشي تمام. بيقول لك الشهيد النقيب محمود ناجي كان احد الابطال الذين شاركوا في العمليه الشامله خلال عام 2018 اثناء مشاركته في احدى المداهمات الناجحه لتجفيف منابع الارهاب. ربنا يرحمه ويرحم كل ابطال الوطن يا رب. وحصد الشهيد لقب اسد جبل الحلال يذكره قادته في الفعاليات الخاصه بالابطال ويتفقون في وصفهم للشهيد البطل والشجاع وانه. طيب طبعا الفقره كبيره قوي، يعني طبعا ايه الفقره كبيره قوي. هو هنا بيقول لك ايه؟ لخص في حدود 50 كلمه، يعني مش عايز في سطرين. طيب انا عايز اخد هنا المقدمه. الشهيد النقيب محمود ناجي كان احد الابطال الذين شاركوا في العمليه الشامله عام 2018 حلو اثناء مشاركته في احدى المداهمات الناجحه لتجفيف ايه؟ منابع الارهاب. وحصد الشهيد لقب اسد جبل الحلال. ماشي. حلو الكلام. وبعد كده هنقول ايه؟ وضحى بنفسه في اروع المشاهد البطوليه بعدما اختالته يد الارهاب الغاشم اثناء قيامه باداء واجبه الوطني.
حلو. وقد قصت والدته حكايته لإحدى المجلات قائلة: كان ابني الشهيد رمزا للوطنية المصرية والشباب الراغب في أن تكون مصر في مصاف الدول الكبرى. حلو الكلام. طبعا هنا هنقول ايه؟ ولد الشهيد البطل في مدينة، واحتسبته من الشهداء، ولد في مدينة سيناء والتحق بمدرسة الحرية الثانوية العسكرية والتي سميت بعد ذلك باسمه، حيث تربى الشهيد وترعرع على أرض ايه؟ على أرض سيناء الغالية. بس كده. خلاص؟ أهو. كده تمام؟ تمام. طيب. هات اللي بعده. املا اذا اردت النجاح فاسعى اليه بجد. بيقول لك ضع خطا تحت الكلمات المبدوءه بالف وصل ورمز القطع. طب دي كده قطع، ودي كده قطع، ودي كده وصل، ودي كده قطع. الباحث نقط. الباحث الذي الاختبار الخامس. ليه كده ليه كده ليه كده؟ خد تعال ولد. ده جريد، دي طارت مش جريد. حلو. بيقول لك نص الاستماع من درس الوعي حماية. حلو. يا بني في زماننا هذا لم تعد الحروب كما كانت في الماضي، حيث يستخدم فيها الأسلحة التقليدية، بل ظهرت أنواع جديدة من الحروب لا يستخدم فيها الدبابات أو الطائرات، بل تستخدم فيها الكلمات والمعلومات والأفكار. بيقول لك إن من أخطر أساليب هذه الحروب نشر الشائعات، وهي أخبار كاذبة تهدف إلى نشر الخوف والقلق بين الناس. ليس هذا فقط، بل تحاول هذه الحروب التشكيك في مؤسسات الدولة، حيث يفقد الناس ثقتهم بوطنهم، فمن يصدق تلك الشائعات والأكاذيب دون التحقق بل ويعمل على نشرها يصبح جنديا في جيش عدو الغايات البعيدة لتلك الحروب الخطيرة. حلو. مرادف التقليدية، معنى كلمة التقليدية يعني المعتاد. مضاد القلق الاطمئنان، يبقى هنا عكس القلق ايه؟ الاطمئنان. الحروب الان يستخدم فيها الكلمات والمعلومات لا الدبابات والطائرات. ايوه صح، خليك بقى صاحي معايا بقى، اوعى تقول لي انا زهقت وتعبت. خلاص قربنا نخلص. حلو. تحاول الحروب الجديده بث الثقه في مؤسسات. لا طبعا. بث الثقه؟ لا طبعا، غلط. ماذا تستهدف الحروب الجديده من وراء نشر الشائعات؟ طبعا هنا هتبقى ايه؟ تفكيك المجتمع. يبقى هنا تفكيك الايه؟ المجتمع. حلو. حدد فكرة فرعية واحدة للفكرة التي استمعت إليها. ماشي. فكرة فرعية ممكن نقول إيه؟ دور الشائعات في هدم المجتمعات. حلوة. ما الغايات البعيدة لتلك الحروب الخطيرة؟ طبعا هنا الغايات البعيدة هي ايه؟ هي تفكيك المجتمع وتضليل التشكيك في مؤسسات الدولة، وتمام فقد الثقة، فقد ثقة الناس في مؤسساتهم. يبقى هنا ايه؟ تشكيك في مؤسسات الدولة. يبقى هنا ايه؟ تشكيك في مؤسسات الايه؟ الدولة. حلو. وفقد الناس للثقة في مؤسساتهم. حلو. اوقات العمل تملكنا. تعالى بقى ايه؟ نص الاستماع من درس تعلمت من وقت. لا، هو هنا تعلمت من الفراغ ده قراءة يا رجالة مش استماع، معلش. يبقى هنا تعلمت من وقت الفراغ ده قراءة مش استماع. برضو هو في ايه؟ قتلتها. أوقات العمل تملكنا ولكننا نحن الذين نملك أوقات الفراغ. حلو. ونتصرف فيها كما نريد، فهي من أجل هذا ميزان قدرتنا على التصرف وميزان معرفتنا بقيمة الوقت كله، وليست قيمة الوقت إلا قيمة الحياة. فالذي يعرف وقته يعرف قيمة حياته ويستحق أن يحيا وأن يملك هذه الثروات، هذه الثروة التي لا تساويها ثروة الذهب، لأن مالك وقته يملك كل شيء ويصبح في حياته سيد الإيه؟ الأحرار. حلو قوي. معنى ميزان، طبعا ميزان معناها مقياس.
ميزان معناها مقياس او اساس او قاعده. حلو. علاقه لان مالك وقته، هي فين انت فين انت فين، تعالي تعالي تعالي. لان بيقول لك هنا واستحق ان يحيى وان يملك هذه الثروه التي لا تساويها ذره ذهب. لان يبقى تعليل السحابه المجنونه بتاعتي. الفكره الضمنيه من قوله ليست قيمه الوقت الا قيمه الحياه. الفكره الضمنيه يعني ايه؟ يعني المختصر المفيد. يبقى هي ايه اهميه الوقت؟ حلو. نملك اوقات نقط لكن اوقات العمل تملكنا. نملك اوقات فراغ. جعل الكاتب وقت الفراغ ميزانا. ليه؟ وضح ذلك. اهو هو بيقول لك ايه؟ لكننا نحن الذين نملك اوقات الفراغ نتصرف فيها كما نريد، فهي من اجل هذا الميزان قدرتنا على التصرف وميزان معرفتنا بقيمه الوقت. يبقى هنا ايه؟ جعلها. يبقى هنا جعل الكاتب، هنا نقول وضح ذلك، جعل الكاتب وقت الفراغ ميزان لمعرفة قيمة الوقت. ماشي. بيقول لك هنا بعد كده ماذا يترتب على معرفة الإنسان وقته؟ وهنا بيقول لك إيه؟ اللي بيعرف وقته بيعمل إيه؟ بيملك حياته. يبقى هنا اللي هيعرف الوقت هيعمل إيه؟ هيملك إيه؟ يملك حياته. من درس الجوهرة المصرية الشهيد محمد أبو شار إن تاريخ مصر الحديث حافل بنماذج مضيئة من أبناء الوطن الذين آمنوا أن حماية الأرض وصون الكرامة واجب مقدس، فوهبوا حياتهم دفاعا عن أمنها واستقرارها. ومن بين هؤلاء الأبطال يجيء اسم الشهيد البطل محمد أبو شقرة ضابط الشرطة المصرية الذي قدم أروع معاني الشجاعة والتضحية في مواجهة قوى الإرهاب الغادر على أرض إيه؟ على أرض سيناء الطاهرة. طيب، معنى ممتلئ حافل، خلي بالك بقى منها دي، هنا في معاني كلمات كتير. يبقى معنى ممتلئ يعني حافل. كلمة مفردها منيرة، مرادفها منيرة مضيئة. كلمة مضادها الجبن الشجاعة. مضاد القديم الحديث. كلمة مفردها نموذج نماذج. كلمة مفردها معنى معاني. من الذين حفل بهم تاريخ مصر الحديث؟ النماذج المضيئة من أبناء الوطن الذين ضحوا بحياتهم. يبقى هنا نماذج مضيئة من أبناء الوطن، من أبناء الوطن الذين ضحوا بحياتهم. ما الواجب المقدس الذي آمن به أبناء الوطن؟ يبقى هنا بيقول لك إيه هو الواجب المقدس الذي آمن به أبناء الوطن، وهو إيه؟ التضحية في مواجهة الإرهاب الغادر. يبقى هنا إيه أهو؟ الذين آمنوا حماية الأرض. يبقى هنا حماية الأرض وصون الكرامة. حماية الأرض وصون الكرامة. طيب، حلو. بيقول لك نص الشباب: من رام اصل الشمس حاك خيوطها سببا الى اماله وتعلقا، فتعلموا فالعلم مفتاح العلا، لم يبق بابا للسعاده مغلقا، ثم استمدوا منه كل قواكم وان القوي بكل ارض يتقى. حلو الكلام. كلمه معناها طلب واراد، يعني رام يعني طلب واراد. كلمه مضادها الجهل العلم. كلمه جمعها ابواب باب. كيف يظهر الشعر أهمية العلم في فتح أبواب السعادة؟ يبقى هنا هو إيه؟ يعني بيظهر إزاي إن هنا العلم مهم في فتح أبواب السعادة. لأن العلم أهو اللي بقى تكتب له كده: لأن العلم سبب للوصول إلى الحلم. ما الرسالة التي وجهها الشاعر للشباب في هذا المقطع؟ الرسالة هنا اللي هو بيوجههم هي إيه؟ أهمية العلم. أهمية العلم واستمداد القوة من العلم.
ما الجمال في قوله فتعلموا فالعلم مفتاح العلا؟ سؤال اتكرر في كتير قوي. يبقى هنا ايه؟ هنقول له هنا ايه؟ صور الشاعر العلم بمفتاح يفتح الابواب المغلقه. يبقى هنا الابواب الايه؟ المغلقه. حلو قوي. طيب هنا بيقول لك ايه؟ معلش يا اولاد لو الخط بس بيتلخبط شويه انا بسرع عشان خاطر برضو ايه ما اطولش عليكم. وبرضو هنا ان انا ممكن اقول ان فتعلموا ده عباره عن ايه؟ ممكن اقول ان ده كده اسلوب امر غرضه النصح والارشاد. النحو. خرج الفلاح من بيته والنسيم عليل. حلو الكلام. مين اللي خرج الفلاح؟ خرج من بيته، عمل واو يبقى بيبدا كلام جديد، حط اسم في اول الكلام يبقى ده كده معرفه. يبقى هنا والنسيم مبتدا والنسيم ماله؟ عليل. يبقى ده كده ايه يا عمنا؟ خبر مرفوع وعلامته الضمه. خبر مرفوع وعلامته الايه؟ وعلامته الضمه. حلو. فالله بص الحته دي حلوه قوي يا جماعه. جميع وغير وكل وبعد وسوى بتسرق اعراب اللي بعدها، تسرق اعراب اللي بعدها. يعني ايه؟ يعني هنا بيقول لك ايه؟ فالله وهب الكادحين كل. مين اللي وهب؟ الله. يبقى هنا وهب هو. لو الفاعل جه قبل الفعل هتقدر له الضمير. لو الفاعل جه قبل الفعل هتقدر له الضمير. يبقى هنا فالله وهب هو. وهب ماذا؟ الكادحين مفعول به اول، كل مفعول به تاني. يبقى ده كده بقى عباره عن ايه؟ مفعول به ثان منصوب علامه الفتح. فوق الاغصان اللي بيجي بعد فوق وكل جميع وبعد وغير ويمين ويسار قبل وبعدها بين كل ده ومع بيبقى مضاف اليه. يبقى الحاج ده يا باشا عباره عن ايه؟ مضاف اليه. فعل متعدي المفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر. وهب وحددهما يبقى الكادحين وكل. وهب وعندك هنا الكادحين وعندك هنا كل. خط يبقى معوق بس عشان انا بسرع. حال جمله واخر شبه جمله. حال جمله انا قلت لك هتجيب جمله فعليه وتروح سائل الفعل بكيف. لو رد عليك بايه؟ بجمله ايه؟ اسميه واولها مبتدا يبقى الحال جمله اسميه. كيف خرج الفلاح من بيته والنسيم عليل؟ يبقى ده كده ايه؟ الحال الجمله ونوع الجمله اسميه. بين والنسيم عليل. عايز واحد شبه جمله. وصل الى حقل وشاهد الثمار على الاشجار وابصر الطيور فوق الاغصان وانهى العمل في الحقل بسرعه بسرعه بسرعه. كيف انهى العمل بسرعه؟ فعل مبني للمعلوم واذكر فاعله وصورته. خرج الفلاح صورته ايه؟ اسم ظاهر. يبقى هنا خرج الفلاح اسم ظاهر. ده بقى فيه لوغاريتمات بتتكتب، لا مش للدرجه دي. يا لهوي. اسم ظاهر. اختر العامل يسعى حريصا على عمله. صاحب الحال يسعى هو ضمير مستتر تقديره هو. يبقى هنا ليه؟ لان هنا بيقول لك يسعى. مين اللي بيسعى؟ هو. كان اللص في السجن، رايت اللص في خوف. حدد الموقع الاعرابي لشبه الجمله في الجملتين السابقين. السؤال ده مجرم قوي. ليه؟ انت عندك هنا ناسخ يا بيه. ما دام عندك ناسخ يبقى انت هنا محتاج اسم وخبر. مين اللي كان؟ اللص. يبقى اللص اسم كان. ماله؟ في السجن. يبقى هنا شبه الجمله خبر. يبقى ده كده خبر في محل نصب. في محل ايه؟ محل نصب. ماشي. رايته ادي ده فعل وفاعل. رايته ماذا؟ اللص. يبقى مفعول به في خوف. كيف رايت اللص؟ خايف الولد يبقى في خوف. يبقى ده كده ايه؟ يعني نقول له هنا ايه؟ حال شبه. يبقى جمله حال في محل نصب. هنقول له هنا شبه جمله حال في محل نصب. حدد المنصوبات في الجملتين. اعطى. انا الكشاف ده عميني مش والمصحف عشان كده عمال اميل مش شايف خلاص وضارب في دماغي من الاخر. اعطى الغني الفقير المال سعيدا. عايز اعطى الغني الفقير المال سعيدا. ادي هو 1 2 3. عايز رساله الكترونيه لمسؤول المكتبه تساله عن كتاب. خلاص بقى احنا كده ايه يعني ايه عايزين نوفر وقت نحاول ان احنا نجري شويه. البريد الالكتروني انا وريتك هتكتبه ازاي. خلاص هنا بيقول لك ايه؟ ضع خطا تحت ايه الكلمات المبدوءه بالف وصل وهمزه قطع. اسم ادي اسم وصل. صديق وصل.
الوفي وصل، الذاكرة كل وصل. تخير الكلمة المناسبة التي تتضمن حرفا ينطق ولا يكتب مما بين القوسين. ينطق ولا يكتب: الجدار والأسوار ومنزلا. أهي النون، يبقى هنا إيه؟ بني العمال منزلا. ليه النون بتبقى تنوين؟ ادي الخط وادي الرقعة السادس. نص الاستماع بيقول لك: ولكن هل فكرنا في الوجه الآخر لهذه الألعاب؟ قد انتشرت ألعاب الفيديو بمعدلات عالية في الآونة الأخيرة، واستخدمها الأطفال كوسيلة للتواصل مع غيرهم، وقد يكون ذلك أحد أخطار أضرارها، لأنهم يمكن أن يتواصلوا مع أشخاص غير أسوياء فيقلدوا ألفاظهم وسلوكياتهم، وخبراتهم لا تزال قليلة، وشخصياتهم غير ناضجة للتمييز بين الصواب والخطأ. كما أن ظاهرة إدمان الألعاب الإلكترونية تسبب الانطواء والعزلة والتوتر والأرق وضعف النظر وقلة التركيز، إضافة إلى ضعف اللياقة البدنية. ضعف اللياقة البدنية. ولا يعني الإدمان مجرد اللعب لساعات طويلة، بل أن تصبح اللعبة محور الحياة، وأن يعجز اللاعب عن الاستغناء عنها ولو على حساب دراسته أو صحته علاقته. مرادف سلوكيات تصرفات. مفرد ألفاظ لفظ. إيه ده؟ لفظي 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 كلهم لفظي. لا احنا هناخد لفظ واحد بس. قتلتهم كلهم. يستخدم الأطفال الألعاب الإلكترونية لإيه؟ للتواصل مع غيرهم. يبقى هنا للتواصل مع غيرهم. حلو. من الأضرار التي يسببها إدمان الألعاب الإلكترونية إيه وإيه؟ ضعف النظر وقلة التركيز. ضعف النظر وقلة التركيز. تواصل الأطفال مع غيرهم من خلال الألعاب الإلكترونية أمر خطير. لماذا؟ لأنهم لأنهم ليس لديهم الخبرات. حلو الكلام. وايه تاني؟ تعالوا نطلع كده. فيقلدوا ولانهم يقلدوا الفاظهم وسلوكياتهم. ليس لديهم الخبرات للتمييز بين السلوكيات الصحيحة وغير الصحيحة. وممكن برضو تقول هنا لأنهم ممكن يعني برضو إيه؟ ممكن نقول لأنهم يقلدون غيرهم فين؟ في الألفاظ والسلوكيات. حلو. هل إدمان الألعاب يعني فقط اللعب لساعات طويلة؟ لا. ليه بقى؟ أهو يبقى بقول لك لا يعني إدمان مجرد اللعب، بل أن تصبح اللعبة محور الحياة. يبقى هنا لا. وضح إجابتك. لا، لأنها تصبح محور الحياة بالنسبة للعب. محور الحياة بالنسبة للاعب. من درس حصن مصر السد العالي: لقد تحول السد إلى صمام أمان لمستقبل مصر المائي، فظل في تحديات متزايدة تتعلق بندرة المياه وتغير المناخ. كما أطلق السد العالي شرارة الأمل في نفوس المصريين، فقد شعر الشعب أن بوسع تحويل الأحلام إلى واقع إذا ما توفرت الإرادة والتخطيط. لقد أصبح السد تجسيدا حقيقيا لإرادة المصريين ومصدر فخر لكل مصري يرى في هذا الإنجاز دليلا على قدرة وطنه على التقدم رغم الصعاب. معنى وسعه يعني طاقته. يبقى هنا معنى وسعه يعني طاقته. مضاد قله هي مضاد ندره. معنى ندره ايه؟ قله. يبقى عكس قله وفره. هنا بيقول لك مشروع السد مصدر لكل عربي. لا، ده مصدر فخر لكل مصري. بالرغم من كثره التحديات تحول السد العالي الى مصدر امان للمصريين. صح. كيف تتحول الاحلام الى واقع كما فهمت من الفقره؟ حلو الكلام. يبقى هنا يتعلق بتغير المناخ. ماشي تمام. شعر الشعب ان وسعه تحويل الاحلام الى واقع إذا ما توفر. يبقى عندما تتوفر الإرادة والتخطيط. أهي يبقى هنا عندما تتوفر الإرادة والتخطيط تتحقق الأحلام. استخرج
استخرج من الفقرة اسلوب توكيد واذكر اداته واثره البلاغي. تمام. لقد اهي في اول الكلام اهي باينه لقد. حلو. واثره البلاغي بيعمل ايه؟ يؤكد المعنى ويوضحه. يؤكد المعنى ويوضحه. يؤكد المعنى ويوضحه. ما علاقة قوله فقد شعر الشعب أن بوسعه بمن قبله؟ هي فين؟ أهي. بص بقى، أنا عايز أقول لك على حتة حلوة أوي. لما تلاقي فاصلة منقوطة تعرف إن اللي بعد الفاصلة المنقوطة دي حاجة من الاتنين، يا تعليل يا نتيجة. حلو. بيقول لك هنا إيه؟ في ظل تحديات متزايدة تتعلق بندرة ما وتغير المناخ كما أطلق السد العلي شرارة أمل في نفوس المصريين، عشان كده شعر الشعب أن بوسعه. يبقى دي كده النتيجة يا باشا. واحنا قلنا قبل كده ان الفاء زائد جمله فعليه تديك نتيجه، فاء زائد جمله اسميه تديك تعليل. من درس قراءة النجاح في عالم يمطرنا بقصة الناجحين علينا أن ندرك أن كل قصة نجاح حقيقية بدأت من فكرة مختلفة ونظرة غير مألوفة وقرار جريء بالخروج عن المألوف. إن من يصنع الفارق هو من يجرؤ على التفكير. ماشي تمام تمام. ويتبع فضوله بدلا من تقليد. لسه حلنا من شوية بس ماشي. معنى مألوفة يعني معتادة. مضاد يجرؤ، عكس يجرؤ يجبن. إن كل قصة نجاح حقيقية بدأت من فكرة مختلفة. أسلوب توكيد أداة أن. علينا أن ندرك أن كل قصة نجاح حقيقية بدأت من قرار جريء وتفكير خارج القوالب. يبين من قرار جريء وتفكير خارج القوالب. وإيه تاني؟ وتتبع الفضول. تتبع الفضول. بما وصفت الفقرة من يصنع الفارق. هي هنا وصفته بإيه؟ بالشخص الناجح. يبقى هنا يمطرنا من خلال ندرك ان القصة بدأت من فكرة ونظر غير مألوفة من يجرؤ على التفكير. يبقى وصفت الفقرة من يصنع الفارق بإيه؟ بالجرأة وبالنجاح. يبقى هنا بالجرأة والنجاح. من نص العلم في الظلمات نور. الله. بيقول لك هنا ايه؟ فتعلموا فالعلم مفتاح العلا لم يبق بابا للسعادة المغلقة ثم استمدوا منه كل قواكم إن القوي بكل أرض يتقى. حلو. هات من الأبيات المراد باكتسبوا استمدوا. حلو. مفرد قوة. هي المفروض هنا قوة مفردها قوة. حلو. إن القوية بكل أرض يتقى علاقتها بما قبلها تعليل. ليه بقى؟ لأن بيقول لك استمدوا منه كل قواكم عشان القوي في كل أرض بيتقى. طيب القوة لشبابنا كما وضح الشاعر ما مصدر قوة العلم. حلو. بيقول لك هات من الأبيات من البيت الأول تشبيه واشرحه فتعلموا فالعلم مفتاح العلم. يبقى هنا إيه؟ فالعلم مفتاح العلا. يبقى هنا اشرحها اقول لك ايه؟ صور الشاعر العلم بالمفتاح الذي يفتح الابواب المغلقة. اخر حاجه خالص يا رجاله وهي ايه؟ القواعد النحويه. بيقول لك النفس ساعية الى طلب العلم وقد خلق الله الانسان ومنحه عقلا مفكرا ويظل الانسان طالبا للعلم المفيد وللدين والمجتمع فمن اتخذ العلم نورا عاش مستنيرا به في ظلمات الحياه. ماشي تمام. هنا بيقول لك النفس مالها؟ النفس مبتدا. اسال على الخبر بمالها جاب لي كلمه بعديها اقول له يبقى النفس هنا ايه؟ مالها؟ ساعيه. يبقى ده كده ايه؟ خبر مرفوع وعلامته الضم. ده كده خبر مرفوع وعلامته الايه؟ علامته الضم. طيب فمن اتخذ العلم. يبقى مين اللي اتخذ؟ هو من بقى اللي هي موصوله ايه؟ علم او اللي هي ايه؟ اللي هي مثلا شرطيه. فمن اتخذ العلم. مين اللي اتخذ؟ هو اتخذ ماذا؟ العلم. يبقى العلم هنا ايه يا باشا؟ مفعول به
مفعول به، مفعول اول ماشي تمام، مفعول به اول منصوب علامته الفتحه. عشان احنا قلنا ان اتخذ ده يا اولاد من اخوات جعل وصير اللي هي افعال التحويل اللي هم اخوات ظنه. حلو. بيقول لك هنا ايه؟ ويظل الانسان طالبا. يجي واحد عبقري يقول لك وكيف يظل الانسان طالبا حال؟ اقول لك يا بيه قلت لك مليون الف مره اتاكد ان الجمله ما فيهاش ناسخ وانت بتطلع الحاجه. يبقى هنا بيقول لك ويظل، ما يظل ده شق كان، شق الشقايق. مين اللي يظل؟ الانسان. ماله؟ طالبا. يبقى طالبا هنا تروح مدياك ايه؟ خبر يظل منصوب علامته الفتح. خبر يظل منصوب وعلامته الايه؟ وعلامته الفتحه. يحتضن طبعا فعل مضارع مرفوع وعلامته الايه؟ الضمه. فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامته الايه؟ وعلامته الضمه. عايز ايه؟ ضمير استخرج من الفقر. ضمير في محل نصب ماشي. يبقى ندور على الهاء والكاف والناء والياء لزقوا في فعل مفعول به. ومنحه فعل مبني للمجهول واذكر نائب الفاعل تمام. ومنحه عقلا مفكرا وزي الانسان طالبا العلم المفيد. فمن اتخذ العلم نورا عاش مستنيرا به. فالوطن يحتضن الفائقين من ابناء. ويصان فعل مبني للمجهول يبقى هنا يصان. مين اللي يصان؟ الوطن. يبقى هنا يصان الوطن. نعت وبين اعرابه حاضر ماشي. يبقى هنا ايه؟ طالبا للعلم المفيد. المفيد نعت مجرور وعلامته الكسره. نعت مجرور و علامته الكسره. فعل متعدي المفعولين وحد المفعولين. منحه، منحه حلو عقلا. يبقى ادي الاول وادي التاني. يبقى ده كده ايه؟ من به اول وده من به تاني. قاد علماؤنا الحضاره. حلو الكلام. قاد قيد، قاد قيد، باع بيع، قال قيل، عاد عيد. ده القلب المجهول. طب انا هحذف يا عم الفاعل. خلي بالك ان الحضاره دي مؤنث. يبقى انا اقول ايه؟ قيدت، تاء تأنيث، الحضاره. قابل ابي الضيوف بالترحيب ابن الفعل المجهول في الجمله السابقه. حلو. اقول لك ايه؟ يبقى هنا قابل ابي. مين اللي قابل؟ قابل قوبل، كافأ كوفئ، ضارب ضورب. يبقى نقول ايه؟ قوبل الضيوف بالترحيب. الغني الفقراء اكمل بفعل اعطى الغني الفقراء مالا او منح او وهب اي حاجه. اختر اشترك الطالب في المسابقه. الفعل اشترك لازم ولا متعدي لمفعول واحد؟ طبعا هنا الفعل لازم لان انا ما ينفعش احط له ايه؟ الهاء او الكاف. ينفع اقول اشتركه او اشتركك وكده نكون خلصنا تقييمات وحل اسئله كتب المدرسه. اشوفكم على خير في المراجعات النهائيه. توحشوني. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو. سلام.